بتحبوا البتنجان؟ طيب بتحبوا البطاطس؟ طيب بتحبوا الخضار وهو مشوي في الفرن بزيت الزيتون وكل الناس بتسأل ايه هي الريحة دي؟ ايه رأيكم هنعملهم كلهم النهاردة مع بعض وهتطلع احلى واخف واطعم مسقعة كلتوها في حياتكم، ولا هتحسوا بتعب ولا بحموضة بعد ما تاكلوها. يلا نشوف بقى هنعملها ازاي. اول حاجة انا بجيب الخضار، انا عندي بتنجان وطماطم وفلفل اخضر رومي فلفل حار وبطاطسايه بس عشان الولاد وتوم وبصل. طيب هنجيب حوالي كيلو من الطماطم، هنقطعها لأنصاف او ارباع ونحطها في اي صينية عندنا ونتبلها برشة من الملح والفلفل والكمون. وما ننساش نحط نص راس توم، انا هحط نص راس توم في النص عشان تتشوي معاها، وممكن كمان تحطوا فصوص من التوم. وهنتبلها برضو بملح وفلفل وكمون. وكمان ما ننساش رشة السكر على الطماطم بتعادل الحموضة، وكمان بتساعد ان الطماطم تتكرمل كويس وتدي لون حلو ليها. ورشة زيت زيتون فوق الوش وندخلها فرن نكون مشغلينه قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180، الرف اللي تحت لمدة نص ساعة. هنجيب بقى البتنجان وهم حوالي بتنجانتين متوسطين ونقشرها بالطريقة دي او اي طريقة تعجبنا، ونقطعه لترانشات متوسطة الحجم مش رفيعة ومش تخينة، ونحطه في مصفى ونرش عليه رشة من الملح ونسيبه على جنب يصفي ميته عقبال ما اجهز بقيه الخضار. هجيب بقى حبتين من الفلفل الاخضر الرومي ونقطعهم ترانشات ونسيبهم على جنب، وهقطع بطاطسايه بقشرها كده زي ما انتوا شايفين، وهجيب بقى برضو بصلايه متوسطه وهقطع ترانشات برضو وبرضو هسيبها على جنب. هنرجع بقى للبتنجان، هنفرده وننشفه كويس جدا من ميته عشان ما يشربش زيت. وبعد كده هنجيب زيت سخن على النار ونقلي فيه الفلفل الحار والبطاطس، وممكن كمان نقلي معاهم الفلفل الاخضر الرومي، بس انا فضلت ان انا اسيبه من غير قلي. والخطوة التانية عشان البتنجان ما يشربش زيت بعد تصفية ميته وتنشيفه كويس جدا، هنحطه في دقيق، هنقليه بقى في زيت سخن على نار متوسطة وهيطلع باللون الذهبي والحلو قوي ده، وهيكون من بره مقرمش ومن جوه طري ومش شارب ولا نقطة زيت. هجيب بقى الصينية اللي في الفرن وهطلع منها التوم بالشكل ده. يا الله على الجمال، يا الله على الريحة، بجد قلبت ريحة البيت بالمعنى الحرفي. الطماطم مع التوم وزيت الزيتون حاجة كده لا يمكن تتوصف. جربوها، انتوا ممكن اصلا تعملوها تغميسة لوحدها، يعني بجد الوصفة دي لوحدها تجنن. وبعد ما نهرسهم كويس جدا مع بعض هنحطهم في طبق تاني، وفي نفس الصينية هنعمل بقى طبقة من ترانشات البصل ونتبله بملح وفلفل اسود، وعليه طبقة من الفلفل الاخضر الرومي، وعليهم طبقة من البتنجان وبعدها بطاطس، ونعمل طبقة تاني من البصل والفلفل ونتبلهم كلهم بملح وفلفل اسود، وعليهم نص كمية صوص الطماطم، وعليهم طبقة كمان من البتنجان، وفوق الوش شرايح من الفلفل الاخضر الرومي والفلفل الاخضر الحار، ولو بتحبوا الحار قطعوه وحطوه في الصوص او بين الطبقات، هيدي نكهة حلوة جدا. وهنحط اخر حاجة فوق الوش بقية صوص الطماطم وكوباية من المية المغلية، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 200 الرف اللي تحت لمدة نص ساعة. هتطلع بقى بالجمال ده. شوفوا لي بقى احلى صينية مسقعة هتاكلوها في حياتكم. انا قدمتها مع رز ابيض مصري، وممكن كمان تقدموها مع رز بسمتي ابيض، وكمان طبعا ممكن تاكلوها بالعيش. وقدمتها بالطريقة دي، قدموها بالطريقة اللي تحبوها للناس اللي بتحبوها، وزينتها بأوراق الكزبرة الخضراء. عاوزة اقول لكم ان اي مسقعة ممكن تاكلوها هتحسوا بعدها بالتعب والحموضة، انما دي خفيفة جدا جدا وطعمها حلو قوي. جربوها وانا متأكدة انكم هتحبوها جدا. شوفوا بقى الطعم ولا الشكل، يعني انا مش عارفة اقول لكم، انتوا جربوها وقولوا لي رأيكم. الصوص يجنن، الطماطم اللي احنا شويناها في الفرن مع الثوم مع زيت الزيتون، بجد حاجة تانية خالص. الناس اللي بيحبوا البتنجان زي اكيد هيحبوا الوصفة دي، واللي مش بيحبوه اكيد هيحبوه بالطريقة دي. هستنى رأيكم، اكيد هيهمني. وما تنسونيش، انا منى الموان، وباي باي.